السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ مزيانين ان شاء الله تكونوا في اتم الصحة والعافية. اليوم غنحضر معكم واحد كيك اللي بالفواكه المعسلة، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه في المنازل ديالكم. هذا الكيك هذا بنات ما كيديش معكم بزاف د المقادير، وبالمقادير متواجده في كل بيت. كنتمنى منكم الغزالات ديالي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي، واللي باقي ما مابونيش كنقول له مرحبا والف مرحبا. البيت بيتكم. كيك سهل وبسيط وكيجي محمر، وما نقولكم شي واحد بنه واحد مطاق كيجي فيه روعه. المهم البنات كتزينوه باش ما بغيتو، كيف ما كتلاحظوا في الصوره زينتو انا الشوكولا ديال الدهن، وانتم تقدروا تزينوا كيف ما بغيتو، تزيين اختياري كيف ما كنقول لكم. اي واحد بغى يزين على الذوق ديالو. كنقطع معكم هنا واحد المورسو اللي كيجي غزال وكيك كيجي طالع وغير بجوج بيضات، ما كيديش معكم مقادير بزاف. يلا معايا الغزالات ديالي المقادير وطريقه التحضير. بسم الله نبداو بركه الله. غنحتاج واحد البول، كذلك كنضيف فيه واحد جوج بيضات مع قبيصه من الملح. كنحرك بيضات بالفوي اولا طرب كهربائي. من بعد عندي واحد شاصيد فاني من فئة 7 غرام ونص. كذلك عندي هنا واحد دانون فاني، تقدروا تستعملوا اي دانون عندكم. كنحرك جميع العناصر مع بعضياتهم. من بعد ما كينسجموا العناصر مع بعض كنضيف كأس من الزيت، دائما عبروا بكأس العنبة. كذلك كأس من السكر. هاد الكيكه هذه بنات ساهله وسريعه ودغيا كتوجد بسرعه. كذلك كنضيف كأس من الماء. كنحرك جميع العناصر مع بعضياتهم. مقادير بسيطه وتقدروا توجدوها بسرعه، راه ما كديش معكم حتى 4 ساعات كتكون الكيكه ديالكم واجده. كذلك نحتاج هاد فواكه معسله. المهم هاد الطويصه هذه كتعمل 7 دراهم اولا 8 دراهم، قسمتها على جوج عملت منها جوج مرات. كنزل هذيك الفواكه المعسله وكنحرك ديك العناصر مع بعضياتهم مزيان. البنات حركوا، ومن بعد كتضيفوا الدقيق تدريجيا. هاد الكيكه هادي كيجيو فيها ديك معسلات غزاله. مهم كذلك كنضيف هنا واحد الكأس الاول من الدقيق. هاد الكيكه هادي عدي لي 2 كيسان ونصف من الدقيق. كذلك كنضيف الكأس الثاني، وضروري مع التحراك كل مره ضفتوا شي حاجه حركوا الخليط ديالكم. من بعد البنات غنضيف نصف كأس ديال الدقيق وجوج الشاصيات ديال الخميره الحلويات. المهم هنا عندي الخميره من فئه 8 غرام. كنعدل جوج الشاصيات حمر وكنخلط الخليط ديالي مزيان. ومن بعد البنات كنضيف 1 ملعقه ديال الخل. تبعوا المقادير وان شاء الله غتنجح معكم الكيكه من اول تجربه. يعني انا هاد الوصفات اللي كنعطيكم راه كنكون دائما كنعدلهم ومجرباهم، وغتنجح معكم من اول تجربه. عندي هنا واحد المول كنعدل فيه، كندهنه بالزبده وكذلك كنرش عليه الدقيق وكنزل فيه
الخليط ديالي. دائما ملي تكونوا كتنزلوا الخليط على يدكم الفوقي باش كيخرج منا ديك الهواء. ومن بعد البنات دخلوها للفران على درجه الحراره 200 من تحت ومن فوقي 8 دقائق 10 دقائق، كتكون واجده معاكم وكتوجد بسرعه، وكيف ما كنقول لكم ما كديش معكم بزاف د الوقت. هنا البنات باش تجيكم متساويه دائما بقاو تحركوها بواحد باليو، ومن بعد ما طابت ليا البنات كيف ما قلت لكم كدير 8 دقائق 10 دقائق كتكون واجده، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي بحال ورده وكتجي غزاله غزاله ما نقولكمش. هنا غنقدمها في طبق التقديم، وكذلك كنزينها بنات غير بالشوكولاط ديال الاكل. مهم الشوكولاته اللي كيتاكلوها زينوا بها. مهم التزيين بنات اختياري، كنقول لكم دائما اي واحد بغى يزين التزيين كيبقى اختياري. هاد الكيكه هذه كتجي محمره بنات ودغيه كتوجد، ما كديش معاكم بزاف د الوقت. المهم هنا شبرت الشوكولاط عدلته في واحد بلاستيك غذائي وبقيت كنزين به الكيك. تزيين بسيط وسريع. مهم هنا من بعد البنات ملي كنت انا هذا الكيكه هذه كنا عاملين عشيه عند اختي وديتها في يدي. من بعد تقدروا هذا الشوكولاط هذا تشريو عيطونيك وتفتتوه من فوقي وصافي وكتاكلوها بالصحه والراحه. كيكه هذه سهله وسريعه وكتجي غزاله غزاله بنات ما نقولكمش. واحد بنه كتجي فيها ديال فواكه معسله رائعه رائعه. هنايا بنات غنقطع معكم واحد مورسو كيف ما كنقول لكم للمصداقيه. كتجي كيف ما كتلاحظوا كيف ما كتبدا تقطع كتجي هشيشه ومفشفشه وكتجي واحد كيكه مهويه ما كتعجن معاكم ما حتى شي حاجه، وكتجي رائعه سهله وسريعه. والمقادير كيف ما شفتوا راها بسيطه وغير في البيت، يعني تقدروا تشري المقادير اللي زايدين فيها غير ديك الفواكه المعسله وصافي. يعني تقدروا تشريوها وتخليوها تعملوا مثلا 3 دكيكات بها اولا 2 دكيكات وتخليوها في النبيره. المهم البنات كتجي على هذا الشكل هذا كتجي طالعه وكتجي هشيشه وواحد المذاق خطير فيها بنات. كنتمنى منكم الغزاله ديالي الى وصلتوا حتى نهاية الفيديو كنقول لكم ما تنسونيش من الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتي. وقناتي بكم تكبر، وكنتمنى منكم تشاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير. ويلا هالغزالة ديالي غنقول لكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.